السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا خواتنا أصحابنا، مرحبا بكم. اليوم 15 جونفي 2023 تنطلق مرحلة التطهير الداخلي بالنسبة للحسن. هذا الخليط ولا المنقوع درناه عنده أسبوع، إذا راكم شايفين الفيديو الأخير. اليوم بإذن الله راح نصفيوه ونبداو نقدموا الطيور تاعنا بمقدار 6 قطرات في المشربية لمدة 4 أسابيع، تخللها 3 مرات أسبوعيا، يعني نهار بنهار نقدموه. دوك نعطيكم الطريقة تاع التصفية تاعو. نجيبوا قارورة زجاجية تكون فارغة، نستعملوا مصفاة، نستعملوا لمبوط، ونستعملوا ورق المطبخ. نوضعوا ورق المطبخ داخل لمبوط كما راكم تشاهدوا باش حاجة ما تفوت، يعني نتخلصوا من كل الاشياء اللي كانت موضوعه في القاروره، يهبط غير المنقوع. ونخدموا بالطريقه هذه كما راكم تشاهدوا. نبداو نفرغوا المنقوع تاعنا، وهذا المنقوع تاعنا بعد ما صفيناه راكم تشوفوا اللون تاعو يعني داكن شويه، وهذا من جراء قشور تاع الرمان اللي درناه من الداخل والاعشاب هذيك. يعني ما تخافوش خاوتي، التغيير تاع اللون تاع خل التفاح كان كلار ولا شويه غامق، ما تخافوش. ولا توسوستوا ولا عندكم شك تقدروا تضيفوا لها خل تفاح، يعني نزيدوا شويه خل تفاح صافي لداخل في القاروره. والمده اللي نقدر نحتفظوا به هذا المنقوع هو مع تاريخ صلاحيه خل التفاح، يعني ما تخافوش ما فيهش الماء، كاين غير خل التفاح والاعشاب اللي درناها لداخل. كيما هنا القرعه هذه حتى اكتوبر 2025 نحتفظوا بها في الثلاجه ونقدموها للطيور. قلنا 6 قطرات بالمشربيه، 6 قطرات بالمشربيه 3 مرات بالاسبوع لمده 4 أسابيع. انا عمرته في هذه القاروره الصغيره باش تسهل عليا عمليه التقطير. قلنا نديرو 6 قطرات في كل مشربيه. هذا هو موضوعنا اليوم خاوتي، تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في مرحلة التجهيز بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.